عم احمد يعني انا الاول عايزه اقول دي منتجاتهم مش بعد التدريب، ده هم جايين يعني عم احمد ده اسطى كبير جدا 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 خياميه عن والده، يعني هو عارفها قديمه. ايوه يعني هو اصلا استاذي في الخياميه. يا رب يخليك يا باشمهندسه. واحلى واحد بيعمل شنط. يعني انا عجبني قوي في حاجه عم احمد ان هو مركز مخدات وشنط، مركز طبعا بيعمل كل حاجه بس هو مركز في دي. شنط زي دي مثلا القاهره. القاهره ايوه اهي القاهره دي اسم غالي علينا. شنطه تنوره تنوره عظيم. التنوره اهي في شنطه برضك على فكره. يعني الخياميه يبدو دايما الموضوع سهل بس هو صعب جدا ان هو يطلع بالدقه دي. بص حضرتك دي والاناقه دي والرسمه دي. شايف الدقه دي؟ يعني دي مثلا دي خداديه، دي رمضان كريم وجديده بقى، ما يعني مش متشافه كتير. دي خداديه. يعود علينا الايام بخير ان شاء الله. يا رب. جميل. دي خداديه مش شنطه. دي خداديه على هيئه عامل منها شنطه؟ لا ممكن تعمل كده. ممكن على حسب طلب. ودخلنا برضك في الشنط اغاني ام كلثوم. يا سلام. يعني الست ام كلثوم عندنا. دي حيرت قلبي. حيرت قلبي. حيرت قلبي. في امل حياتي اهي. جميل. مدام اميره هي بالظبط دخلت في الموضوع بقى لها فتره، اتعلمت الخياميه طبعا من فتره طويله، وبصراحه يعني انا معجبه جدا جدا بيها لانها من اول ورشه بتكتب كل حاجه، وكانت بتعمل المشاريع والمشاريع اللي كنا، لان احنا برضو في الورش كنا بنشتغل مشاريع بقى، بندي الفكره وبعدين يقدموا لي المشروع. حقيقي كانت حريصه ان هي تتعلم كل صغيره وكبيره وتطبقها بعد كده. من الناس اللي بجد. استاذه اميره اهلا بحضرتك. من الخياميه ولا بقى من حته تانية؟ من منطقه الخياميه؟ لا انا ساكنه في السيده سيناء اساسي. عظيم. ايه اللي خلاكي بقى تحب الخياميه؟ انا ليا صاحبه ليا في الجامعه فقالت لي على الموقع المؤسسه دي ورحت اتعلمت فيها. تمام. وتعلمتي الخياميه بالذات. اعتقد ان هم ممكن يبقى عندهم حاجات كتيره. كان عندهم انا اكسسوار وحاجات تانية، بس هو انا حسيت ان انا ميولي كده. حلو جدا. ايه اللي خلاكي يعني ايه تحبي قوي شغل الخياميه رغم صعوبته؟ انا عارف انه صعب جدا. انا بحب الشغل الصعب اساسا. بحب الصعب. بحب اتعلمه. حضرتك كده بقالك 8 سنين. عملت يعني تحولتي بقى من بعد ما اتعلمتي ابتديتي تطلعي منتج وتبيعيه؟ انا اول ما اتعلمت اول دوره تدريبيه جبت خامات على حسابي. اول ما خدت المبلغ بتاع الدوره على طول. كان مبلغ حلو محترم يعني؟ لا كان قليل. كملت عليه. عظيم. بس حاولت بقى كده يعني كان 400 جنيه. 400 جنيه. طيب عظيم. رحت حضرتك بقالك قد ايه بقى في الخياميه؟ ده شغل الخياميه وده شغل الخياميه بتاعك صح كده؟ شغل اولا في اتقان ومن بتاع زمان. يعني حضرتك بدأت الخياميه امتى وليه اخترت الخياميه وانت مش من الخياميه بقى، مش من الصناعيه القدام اللي في الخياميه؟ لا مش متوارثه ولا حاجه. بالنسبه لي هو انا بدأت تقريبا من 20 او اكتر، من 20 سنه او اكتر. هي جت بالصدفه البحته. بالنسبه لي كان الموضوع صدفه بحته، لان شفت يعني انا شفت حاجات شبه كده في التلفزيون، كان برنامج حاجه كده يعني، وبعدين لقيت حد من اصدقائي بيبدأ يتعلم فحبيت الحكايه، يعني حبيت اتعلم منه. انا ما دخلتش كورس ولا اي حاجه، فحبيت اتعلم منه. لقيت الامور بالنسبه لي يعني حبيتها جدا. يعني لقيت الحكايه بقى عماله واحده واحده كده الموضوع بيمشي. يعني انت حبيتي الاول حاجه يمكن ما تعرفيش ان دي اسمها الخياميه؟ لا ما كنتش اعرف، بس حبيتي ده. بالظبط. حلو جدا. والشروق بداتي تطريز برضو من قد ايه؟ من حوالي 5 سنين. من 5 سنين. تمام. بدايه كانت يعني صدفه ولا؟ واحده قريبتي جت وكان معاها طاره وكانت معموله طاره اللي هي دي. بالظبط. وكانت متطرز عليها فحبيت الموضوع فسالتها بقى انت اتعلمتي فين، ورحت اتعلمت وخدت كورس. وبعد ما خدت كورس بدات بقى احاول ان اجرب مره وبعد كده بدات اني اشتغل في التطريز. حلو قوي قوي. وحضرتك ست بيت ولا بتشتغلي في حاجه يعني؟ ده شغلك الاساسي وده شغلك دلوقتي الاساسي. جميل جدا. طيب انا الاول اسمع شهاده الاستاذه مهناز في انتوا قعدتوا تشتغلوا مع بعض قد ايه؟ 3 شهور و12 ورشه بالظبط.
شيماء عجبني قوي شغلها، يعني العينات اللي بعتتها لي عينات دقيقة، وهي بصراحة فيها من يعني حاجة عجبتني كمان إنها ما بتخافش تخلط الخامات، ودي ما حاجة بتخافش تخلط الخامات. بالظبط. فعندها جرأة وعندها طريقة تفكير مختلفة خارج الصندوق. جميل. فده عجبني قوي. هي بس عايزة شوية شجاعة إنها تبقى حاسة إن ده فعلا هيحطها هي شخصيا خارج الصندوق. وان ده فن حلو. بالظبط. شهاده كبيره اهي، يعني محتاجه بس شجاعه. خلط الخامات المختلفه، ده الخامات العاديه بتاعت الخياميه. دي لكن اعتقد اللي هي حضرتك ايوه تقصدي بالظبط الشغل اللي ورانا ده بالظبط. ده عباره عن ايه؟ ده عبارة عن الأقمشة مختلفة مع بعضها، وبدأنا بقى نوظف الخيامية العادية القديمة قوي دي، بدأنا نوظفها في حياتنا اليومية على لبس، على شنط، على حاجات حلو مختلفة، بحيث ان احنا نقدر نستخدمها، ما تبقاش حاجة مركونة في البيت وخلاص، ما تبقاش ذكريات يعني. فبدأنا نعيد إحيائها مرة تانية بقى بتوظيفها في أكتر من حاجة.